سنقف في هذه الدقائق مع قصة نبي ذكره الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن. هذا النبي عاش وسكن في بلاد الشام، وذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته بأنه من الصابرين ومن الصالحين ومن الذين اصطفاهم وجعلهم من الخيرية الذين اختارهم لنبوته. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عن هذا النبي مزيد أخبار عن دعوته ولا القوم الذي بعث فيهم، إلا أنه ذكر في موضعين فقط. هذا النبي هو ذو الكفل. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في سورة الأنبياء قصة أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. بعد أن ذكر قصة أيوب الذي تميز بالصبر حتى عرف الصبر به وعرف هو بالصبر، ناسب أن يذكر أنبياء كذلك القاسم المشترك والجامع لهم الصبر. قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. لماذا وصف إسماعيل بالصبر؟ لأنه كما تعلمون قصة الابتلاء، قال له إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصبر في هذه المحنة وهذا الابتلاء الذي سماه الله سبحانه وتعالى بلاء مبين. وكذلك صبر عندما تركه إبراهيم عليه السلام مع أمه هاجر في الأرض التي لا زرع ولا ضرع ولا بنيان ولا بشر، فصبر على هذه الحال. وكذلك صبر على رفع قواعد المسجد الحرام، وهذه كلها تحتاج إلى صبر، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والمحرمات، وصبر عن أقدار الله. هذه أنواع الصبر. والأفعال والأشياء التي تعلقت بإسماعيل تحتاج إلى صبر، فوصفه الله بالصبر. وإدريس قيل بأنه سمي إدريس لأنه كان كثير الدراسة للكتب، وكان كثير طلب العلم، كثير التنقل والرحلة في طلب العلم والبحث. وهذا أيضا يحتاج إلى صبر، لأن طلب العلم لا يمكن للإنسان أن يكون طالب علم دون همة عالية وجلد وصبر. لذلك قيل: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وكذلك قيل: طلب العلم لا ينال براحة الجسم. وكذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه معظمها يحتاج إلى صبر: صحبة الأستاذ والجلوس عند الشيخ والرحلة إليه والانتقال من مكان إلى مكان يحتاج إلى صبر، وطول الزمان يحتاج إلى صبر، والاجتهاد يحتاج إلى صبر، والحرص يحتاج إلى صبر، والبلغة أي المال، إنفاق المال في سبيل طلب العلم يحتاج كذلك الصبر على هذه النفقة. فإذا طلب العلم يحتاج إلى صبر. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى إدريس عليه السلام كما في هذه الآية: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذه صفة أخرى. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنه أدخلهم برحمته بأن اصطفاهم واجتباهم للنبوة في الدنيا، ولهم منزل عالية رفيعة يوم القيامة في الآخرة. إنهم من الصالحين أي اختارهم واصطفاهم بهذه الصفة الصلاح. كما بينا
صفة معظم الأنبياء الذين أقاموا مجتمعات مثالية مع أقوامهم من ضمنها الصلاح. وفي سورة صاد بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ومن معه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، ثم قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، أي كل من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا من الأخيار، أي الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم واصطفاهم وفضلهم وميزهم على غيرهم من الخلق. نبي الله ذي الكفل قيل بأنه أحد أبناء أيوب، وقيل بأنه جاء بعد اليسع، وهنالك روايات وأخبار وأقاويل متعددة، إلا أنه لم يثبت لا في كتاب الله ولا في حديث صحيح ماهية هذا النبي الصالح، بل حتى اختلف فيه هل هو نبي أو غير نبي، ولكن الأكثر على أنه نبي، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في معرض ذكر الأنبياء، فإذن هو نبي. ولماذا سمي بذي الكفل وما هي قصته؟ كذلك وردت أخبار متعددة. قيل بأنه كان هنالك في بني إسرائيل ملك ظالم وقتل في يوم واحد 300 نبي، و100 نبي فروا منه فكفلهم هذا الرجل، هذا النبي ذي الكفل كفلهم وأطعمهم وسقاهم حتى فروا منه، من هنا سمي بذي الكفل. هذا قول. وقول آخر أنه كان رجل صالح ويصلي في اليوم 100 مرة، بعد أن مات خلفه وتبعه بهذه العبادة هذا الرجل فسمي بذي الكفل. هذا قول ثاني. لكن القول الثالث وهو الأقرب الأكثر اشتهارا، بأنه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قد دنا أجله واقترب زمن وفاته، أوحى الله سبحانه وتعالى له أن اعرض ملكك على رجل تتحقق فيه 3 أمور. الأمر الأول أن يصوم النهار لا يفطر، والأمر الثاني أن يقوم الليل لا يفتر، وأن يحكم بين الناس لا يغضب. هذه 3 أشياء، وهذه تحتاج إلى صبر، لذلك وصف هذا النبي بأنه من الصابرين. فعرض هذا النبي على الناس من يتكفل بهذه الأشياء ال3، فلم يخرج إلا شاب قال أنا أتكفل بها، وهو هذا الذي قصته معنا. فكان يصوم ولا يفطر، ويقوم الليل ولا يفتر، ويقوم على فصل القضاء بين الناس ولا يغضب. حتى قيل في بعض الروايات أن الشيطان تمثل له بإنسان وأراد أن يؤخره عن صلاة أو عن صيام ويغويه، إلا أنه لم يفلح معه. فهذا هو النبي ذو الكفل الذي عاش في بلاد الشام ومات عن عمر 75 سنة. هذا ما ورد عن هذا النبي الكريم، وكما بينا ذكر في آيتين في القرآن فقط، في سورة صاد وسورة الأنبياء. ثم بعد هذا النبي جاء يونس عليه السلام، ويونس كما تعلمون بعيد عن بلاد الشام، وجاء شعيب كذلك وغيرهم من الأنبياء، إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. الآن بعد قصة ذي الكفل سننتقل إلى قصة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر في القرآن، إذ ذكر 136 مرة. وقصة موسى هي من أعظم قصص الأنبياء التي قصها الله سبحانه وتعالى في القرآن، كما يقول الإمام أحمد أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى عليه السلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة موسى من أعظم قصص الأنبياء الذين ذكروا في القرآن.
والقصة ذكرت مفصلة في مواضع ومختصرة في مواضع، وذكرت بألفاظ متنوعة، وذكرت 30 مرة. القصة كقصة ذكرت في 30 موضع، وتوزعت هذه القصة ب34 سورة. إذن نحن مع قصة فيها من الروائع والبدائع والمواعظ والفوائد والأحكام والمسائل والفرائد واللطائف الشيء الكثير. لذلك قال أحد العلماء: كاد موسى أن يتفرد بالقرآن من شدة ذكره بطرق ووسائل وسياقات وسباقات متنوعة، مع ما فيها من بلاغة وإعجاز وقصر وطول. فموسى عليه السلام هنالك أشياء ميزته عن غيره من الأنبياء. موسى هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، والكتاب الذي أنزله الله عليه ما هو الكتاب موسى؟ التوراة. هو أفضل الكتب المنزلة بعد القرآن. وموسى عليه السلام قد تعرض للأذى من الأعداء ومن الأصدقاء. النبي الوحيد الذي تعرض للأذى من الأعداء ومن الأصدقاء هو موسى عليه السلام. فقد عالج الله سبحانه وتعالى بموسى فرعون وجنوده، وكذلك عالج بني إسرائيل الذين يفترض أنهم من قوم موسى، ولكن آذوه أذية حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم، عندما وزع وقسم النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم الغنائم، فجاء رجل من الأنصار فقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فسمع عبد الله بن مسعود هذه المقولة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فتمعر وجهه وغضب واحمر وجهه، فقال: لقد أوذي أخي موسى بأكثر مما أوذيت فصبر. انظر إلى حجم الأذية التي تعرض لها موسى. وموسى عليه السلام افتتن في أكثر من مرحلة، كما قال سبحانه وتعالى: وفتناك فتونا. وموسى مر بعدة مراحل، ابتداء من مرحلة الولادة التي كانت فيها إعجاز وفتنة. لكن قبل أن ندخل بقصة موسى التي ترتبط ببلاد الشام، لابد أن نعرف الفترة التي عاش فيها موسى وملابسة وجود بني إسرائيل في مصر. يوسف عليه السلام عندما كان في مصر، كان القوم الذين يحكمون مصر يسمون بالهكسوس. هؤلاء انتقلوا من فلسطين وبلاد الشام إلى مصر. هؤلاء كانوا كفار، ولكن تميزوا ببعض الصفات، بأنه لديهم نوع من الحرية الدينية، لم يكونوا طواغيت ولا متجبرين، فتركوا يعقوب وبني إسرائيل يتعبدون الله في فلسطين. وعندما حصلت قصة يوسف وبيع في مصر، الله سبحانه وتعالى ذكر عن حكام الهكسوس في مصر بالملك. قال الملك: إني أرى 7 بقرات. في أكثر من موضع قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان ذكر الحاكم بالملك. أما عندما ذكر الفراعنة الذين كانوا مع موسى بفرعون، وهنا فيها إشارة إلى أن هؤلاء يختلفون عن هؤلاء، مع أن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ولكن هؤلاء عندهم فسحة من الحرية الدينية. لذلك عندما جاء يوسف ووثقوا بأمانته وعدالته وقوته وحفظه وصدقه، سلموه خزائن الأرض. ثم قيل أن الملك أسلم مع يوسف، لم يكن لديهم جبروت وطغيان أبدا. هؤلاء حكموا مصر 300 سنة. 300 سنة حكم الهكسوس مصر، وبقي يوسف وجاء يعقوب وبني إسرائيل عاشوا في مصر مع الهكسوس الذين هم أصلا من بلاد الشام. وعندما حكموا مصر أجلوا الفراعنة إلى النوبة، دولة النوبة اللي هي الآن في السودان وجنوب مصر، 25% تقريبا من مصر والسودان. بعد 300 سنة
وهؤلاء كانوا أقوياء وابتكروا العربة التي يجرها الخيل واستخدموها في القتال، لذلك هزموا الفراعنة. بعد 300 سنة جاء الفراعنة واستردوا مصر منهم، فرجعوا هؤلاء إلى أين؟ إلى فلسطين، الهكسوس. بنو إسرائيل هم وجودهم طارئ في مصر، أصلا هم من فلسطين وبلاد الشام، هم من أتباع أبناء يعقوب عليه السلام، فانتظروا مصيرهم وما يرتقب من حالهم بعد استيلاء الفراعنة على مصر. لكنهم لما كانوا حلفاء للهكسوس فالفراعنة ما وجدوا أمامهم أن ينتقموا إلا من بني إسرائيل، فبدأوا بتقتيل الذكور بسبب أنهم علموا بأن إبراهيم عليه السلام أخبر بأنه سيأتي نبي من ذرية بني إسرائيل، وسيكون بسبب هذا النبي زوال ملك فرعون، فبدأ بقتل الذكور واستحياء الإناث واستعباد بني إسرائيل، وأن يقوموا على خدمة الفراعنة المصريين. مع مرور الوقت بدأ بني إسرائيل يتناقصون، فبدأ الفراعنة يشتكون، فأصدر فرعون قرار جديد بأنه يقتل في سنة الذكور ويترك في سنة. فالسنة التي يترك فيها قتل الذكور ولد هارون عليه السلام، والسنة التي فيها قتل للذكور كانت ولادة موسى عليه السلام، وهذه الفتنة الأولى. فما الذي حصل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حتى أن هذه الآية عندما مر الأصمعي وسمع جارية 5 أو 6 سنوات تستغفر وتقرأ أبيات من الشعر، فقال لها قاتلك الله ما أفصحك، قالت له وهل هذه فصاحة مع قول الله سبحانه وتعالى؟ وذكرت هذه الآية. فهذه الآية فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. لكن عندما جاء أحد الملحدين أو الذين أرادوا مضاهاة القرآن فبدأ يكتب شيء يضاهي القرآن، عندما وصل هذه الآية توقف، قال لا يمكن أن يكون هذا من كلام البشر، لأن في آية واحدة أمران ونهيان وخبران وبشارتان، أمر لا يمكن. إذن هذه ملابسات ما حصل بين الفراعنة وبني إسرائيل. فموسى كما تعلمون ولد بهذه الظروف، ألقته أمه في اليم فنشأ في بيت فرعون، ثم كبر موسى عليه السلام وحصل ما حصل عندما دخل المدينة ذات يوم ووجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا الأمر الأول. في اليوم التالي، في صبيحة اليوم التالي، حصل نفس الأمر مع رجل آخر، فكأن الملأ من المقربين من فرعون علموا بأن موسى قد قتل فرعونيا. فأمر عجيب، هذا شخص من بني إسرائيل يقتل شخص من آل فرعون. فجاء رجل من آل فرعون مقرب منهم سمع بالخبر، فجاء مسرعا إلى موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فنصحه بالخروج، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فهنا خرج موسى من مصر. أين ذهب؟ إلى أين ذهب موسى؟ ذهب إلى مدين. مدين في شبه الجزيرة العربية. والقصة التي حصلت، وجد امرأتين لا يسقون فسقى لهما، ثم تزوج إحدى المرأتين على أن يقوم بخدمة الزراعة والماشية والغنم 8 سنوات، فإن أتممت 10 فذلك من عندك، 10 سنوات. وبقي موسى في مدين 10 سنوات. بعد أن انقضت 10 سنوات أراد أن يرجع إلى أمه، وقيل أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بأن يرجع حتى يبعث ويكلف بالرسالة إلى
فرعون. فموسى عليه السلام من مدين، هذه مدين هنا في شبه الجزيرة العربية، وهذه هنا مصر، فحتى يصل إلى مصر، وهنا البحر الأحمر، وهنا خليج العقبة، وهنا قناة السويس، فحتى يصل إلى مصر لابد أن يمشي نصف دائرة هكذا، وهذه النصف دائرة لابد أن يمر ببلاد الشام، خصوصا الشام الجنوبي فلسطين. فسار موسى مع ما معه من الغنم وأهله للوصول إلى مصر، ومن هنا مرورا ببلاد الشام، من هنا تبدأ علاقة وقصة موسى مع بلاد الشام والنبوة والرسالة والبعثة الفعلية. إذن الفصل الأول لقصة موسى مع النبوة تكون في الأرض المقدسة في هذه الرحلة. هذا مع ما يكلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، ما سيحصل في هذه الرحلة والطريق من معجزات نبدأ به بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، لأننا نحتاج في قصة موسى ستجدون أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر حرفا إلا فيه مقصد أو كلية أو مآل أو عاقبة، لأن قصص القرآن كله الله سبحانه وتعالى لا يذكر الفرعيات والجزئيات والتفاصيل التي تخرج عن الكليات والمقاصد والمآلات والعواقب. كل القصص لابد أن تتحقق فيه هذه الأمور الأربعة: كليات، أن نستفيد من هذا الحدث أو هذا المشهد أو هذه الواقعة أو هذه القصة كلية ننتفع منها في حياتنا العملية، أو مقصد، ما المقصد من هذا، أو مآل أو عاقبة. فلذلك ستكون لدينا عدة وقفات وعدة دروس لقصة موسى ابتداء من البعثة مع هذه الأرض المقدسة المباركة، حتى تبقى معنا ومعه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.